السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكلي واعتمادي عليك يا رب. ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسيش تقولي لي انت بتتابعيني منين. دلوقتي شايفين الجمال والحلاوة؟ اظن الجمال عدى الكلام. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أكل زي العسل وزي السكر، وصينية بطاطس بطريقة جديدة وطريقة تحفة هتعجبكم لو جربتوها. جميلة جميلة جميلة، ما أقولكمش بصراحة ربنا. حاجة كده عظمة، عظمة زي ما بيقولوا عظمة. يعني طعمها بصراحة ربنا يوديكوا في حتة تانية خالص. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تنسيش بقى تحطي لي اللايك، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وما تنسينيش بكومنت حلو يكبر بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطري كده. دلوقتي انا جبت حلة سخنتها كويس على النار، ورحت نازلة ايه بحوالي بصلتين 3. ودي فرخة. الفرخة ديت وزنها قد ايه؟ 2 كيلو الا ربع، 2 كيلو حسب مقدرتك، وحسب ممكن الطريقه دي تعمليها في وراك، في اجنحه، في اي حاجه. ورحت جايبه الطماطم مقطعاها 4 وربع، ورحت متكيه عليها كده منزله العصاره اللي فيها زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا رحت نازله بالملح والفلفل الاسود فقط لا غير. انتوا عارفين ما بحطش توابل انا في الاكل قد كده. المهم ايه، زي ما انتوا شايفين كده عملتها، ورحت مغطاها وسايباها مع نفسها. طبعا لما بتغطيها وتسيبها مع نفسها تتشوح. بعد ما اتشوحت رحت نزلت بالميه، ميه من الحنفيه عادي، عايزه لو عندك ميه مغليه ماشي، لان دي فراخ ما بتاخدش سوا. شايفين بقى شويه الشوربه بقى عاملين ازاي، ولسه ما غلتش كمان. حوار. دلوقتي جبت صينيه ورحت نازله على النار، حطها على النار يعني، ورحت نازله بحوالي معلقتين من الزيت، بس معلقتين بس. ورحت ماسكه البصل مقطعاه زي ما انتم شايفين كده، جوليان زي ما انتم شايفين كده، قطع كبيرة يعني، ما تصغروش. بس اعملي بس الصينية البطاطس بالطريقة ديت. بصوا طعم تاني بصراحة ربنا، بكل طريقة لها طعم، كل طريقة لها طعم. بنفس الطريقة كده بصراحة ربنا لها طعم تاني. دلوقتي ده في دي الطماطم، انا مسكتها قشرتها، هتحطيها في ميه سخنة وتقشريها. ورحت نازله بحوالي 4 فصوص من التوم، 5 فصوص من التوم، وقرن شطه حامي، وقرن شطه بارد. ورحت نازله ببصلايه. البصلايه دي بقى بتدي طعم تاني، طعم تاني للبطاطس. البصل مع التوم مع الطماطم مع الفلفل، وتروحي ضربهم في الخلاط، مديهم ضربه في الخلاط كده، طعم تاني. بعد ما نزلت بالبصل واديته تشويحه زي ما انتوا شايفين كده، رحت نازله بايه، نازله بالبطاطس بتاعتي. هات البطاطس بتاعتك وانزلي بيها زي ما انا نزلت بيها كده، وتروحي مقلباها ومديها تقليبه محترمه، تشوحيها كده. ونزلت بشويه كمون وشويه فلفل اسود، وهتنزلي بالملح بتاعك. دي بقى الخلطه اللي انا ضربتها، عباره عن طماطم، فلفل حامي، 5 فصوص من الثوم، بصلايه، وتروحي ضربهم كلهم مع بعض في الخلاط. طبعا البطاطس هتشوحيها، تديها تشويحه محترمه كده في الصينيه مع البصله، يتشربوا من بعض مع التوابل اللي هو الكمون والفلفل الاسود والملح. وتروحي نازله بالطماطم بتاعتك كده. الطماطم اللي هي عباره عن ايه زي ما انا قلت لكم، 5 فصوص من الثوم، فلفل احمر او شطه، وبصلايه، بتدي طعم تاني. شايفين بقى لون الشوربه بتاعت الفراخ عامله ازاي؟ دلوقتي انا نزلت بيهم على النار، اديتهم غلوه ونقلتها على العين التانية. قلت اما اعمل الرز على ما تغلي. تمام تمام. دلوقتي انا نزلت بالزيت بتاعي، ونزلت بنص الكيس الشعريه. طبعا انا قلت انا عايزه الشوربه من الفرخه عشان هعمل بقى حاجه دلوقتي، هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. دلوقتي رحت انا جبت الشعريه. طبعا عايزه الشعريه معاكي تاخد كلها لون واحد، تهدي النار، توطي النار عليها وتقلبيها، وسيبها بقى تحمر براحتها، هتاخد لون واحد. لكن لما بتبقى النار عاليه ما بتاخدش لون واحد. دي نصيحه انا يعني بقول لكم عليها. هتهدي النار، لسان عصفور او شعريه، تهدي النار بياخد لون واحد وتقلبيه. ودلوقتي رحت نازله بالرز، بكوبايتين من الرز على الشعريه زي ما انتم شايفين كده، ورحت مقلبه. تفضلي تقلبي فيه لحد ما يشرب الميه اللي كانت في الرز كلها، تخليه مفلفل كده. هو ده السر بتاع نجاح الرز.
ده سر نجاح الرز، ان انت بتشوحيه كويس. لازم تفضلي تشوحي فيه كويس لحد ما يتشرب الميه كلها كأنك هتحمريه. ورحت نازله بالملح بتاعي. طبعا الملح حسب المقدار اللي انت عاملاه، لو هتعملي كوبايتين رز حط معلقتين ملح. كوبايه الرز بتاخد معلقه ملح. وتفضلي تقلبي، اهم حاجه ان انت تفضلي تقلبي لحد بص ما يفلفل معاكي كده، يديكي ايه الفلفله دي. وسيبيه مع نفسه بقى، وتروحي مغطياه شويه وسيبيه. غطيه وسيبيه شويه، وانت هتاخدي نتيجه رز ما اقولكيش عامله ازاي. طبعا انت هتغطيه وتسيبيه شويه وتروحي مهديه على النار. تمام تمام. طبعا البطاطس خدت غلوه واحده، خدت غلوه واحده. ورحت نشيلت الفراخ من الحله، بشيلها من الحله زي ما انتم شايفين كده بعد ما خدت غلوه، عشان انا عايزه الشوربه دي. هقول لكم عايزاها في ايه دلوقتي. انا لو مش عايزه الشوربه كنت عملتها في صينيه البطاطس عادي، بس انا ايه، عشان انا محتاجه الشوربه بصراحه ربنا. وطريقه جديده للبطاطس، يعني طريقه جديده للصينيه دي، طريقه بصراحه ما اقولكمش. طبعا انا شلت شويه من الخلطه اللي انا عاملاها للبطاطس، اللي هي ايه، طماطم وفلفل وتوم وبصل، وضربتهم في الخلاط. شلت شويه منهم. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل بيهم ايه. كل حاجه معاكم على الطبيعه اهو. بصوا نزلت بقى على الفراخ بقى، بتخليها طعم بصوا حوار، بتوديكم في حته تانية خالص. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين كده، بصراحه ربنا طريقه جديده وجميله، حلوه قوي، حلوه قوي بجد. وهروح مغطياها بقى وسايباها ايه، تاخد غلوه واحده بس على النار، وبعد كده هدخلها الفرن. دلوقتي دخلنا على الرز تاني. طبعا الرز اتفلفل بقى حاجه تانية زي ما انتم شايفين كده، ما تخافيش عليه، انت هتهدي النار وسيبيه. شفتوا اتفلفل بقى عامل ازاي، بقى حاجه تانية بصراحه ربنا. انا بوريهولكم اهو، بقربهولكم. اعملي بس الرز بنفس الطريقه كده وانت هتاخدي احلى نتيجه رز. طبعا انا جبت مصفى ورحت نازله بقى ايه بالشوربه، عشان الطماطم والبصل يعني ما ينزلش على الرز. نزلت بنص الكميه شوربه. بصراحه ربنا خلت الرز ده في حته تانية خالص. معلش انا قلت في حته تانية دي كذا مره، مش مشكله بقى سامحوني. ورحت مكمله بالميه. شايفين لون الرز ومنظر الرز بقى عامل ازاي. بس اعملي الرز بالطريقه دي، بصي ما اقولكيش حاجه تانية، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما اقولكيش. اهم حاجه وانت بقول لكم طعمه تحفه، اهم حاجه وانت شغاله في مطبخك ما تنسيش تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واحتماد عليك يا رب. انتوا شايفين الرز بقى، شويه رز زي العسل وزي السكر. الرز دلوقتي انا عشان المنظر بس، انا كنت هفضيه في الطبق كده، بس انا قلت ايه عشان المنظر، عشان العين بتاكل قبل البق. فضيته في البوله زي ما انتم شايفين كده، ورحت مفضيه في الطبق بكل سهوله. شويه رز زي العسل وزي السكر، بس جربوه بنفس الطريقه بتاعت الرز دي وانت مش هتندمي. وصينيه البطاطس بالفراخ دي جربها بنفس الطريقه كده وبنفس الخلطه اللي انا عملتها دي، بس جربيها وانت هتدعيلي. الصينيه دي جربها بنفس الخلطه وبنفس اللي انا عملته فيها بالظبط وانت هتدعيلي. شايفين بقى خرط البطاطس عامله ازاي، شايفين منظرها الجميل، شايفين زي العسل، ولا ريحتها. ريحتها بقول لكم حاجة تانية، يعني انا مش قادرة اوصف لكم، بس انتوا جربوها واكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين الطبق عامل ازاي، طبق زي العسل وزي السكر، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله الله اكبر. كانت لقمه زي العسل وزي السكر، شويه رز وشويه بطاطس زي العسل. بقول لكم جربوا الرز زي ما انا عملته كده بالظبط، وجربوا البطاطس زي ما انا عملتها بالظبط، والفراخ دايبه، ما شاء الله كل حاجه الله اكبر الله اكبر، تحفه تحفه. بس جربوها بنفس الطريقه كده وانت مش هتندمي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.